هو يعني ايه فاول تكتيكي؟ الفاول التكتيكي او التكتيكال فاول خطأ ممكن يكسبك بطولة، وهو نفس الخطأ ممكن يخسرك نفس البطولة، وهو نوع من اشهر انواع الجرينتا. وطبعا واحدة من اشهر انواع الفاول التكتيكي هو كانت من نصيب الاوروجواني فيدريكو فالفيردي. ففي 2020 الريال كان بيلعب اتلتيكو في الكاس والنتيجة كانت 0-0، وفي الاشواط الاضافية وبالتحديد في الدقيقة 115 يروح الفارو موراتا انفراد تام بالمرمى، ولو كان تم تسجيل الهدف ده كان هيتم اعلان روخي بلانكوس ابطال السوبر الاسباني. لكن فالفيردي كان لديه رأي اخر، ويتدخل فالفيردي على موراتا وبيطرد بالبطاقة الحمراء، وفي الاخر الريال يقدر يفوز باللقب. علشان يطلع دييجو سيميوني مدرب الاتليتي ويشيد بموقف فالفيردي جدا، وبيقول ان هو لو كان مكانه كان هيعمل زيه، وده مثال حي للفاول التكتيكي. وتعالى نشوف مثال تاني ولكن عكسه تماما. ففي موسم 2022 2023 كان موسم سيء جدا لبرشلونة، وكانوا مستبعدين من كل البطولات ما عدا دوري الابطال، والفريق فعلا كان كويس وبيلاعب باريس في ربع النهائي دوري الابطال، وبيفوزوا عليهم في مباراة الذهاب في حديقة الامراء 3-2. وفي مباراة العودة في ملعب المونجويك بتبتدي المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 12 رافينيا بيسجل الهدف الاول، ويبقى مجموع المباراتين 4-2، وكل الاجواء بتقول ان برشلونة في السيمي فاينل. بس انا زي ما قلت لك ان في فاول تكتيكي يكسبك، ونفس الفاول التكتيكي ده ممكن يخسرك، وبالتحديد في الدقيقة 29 اللقطة اللي انا بتكلم عليها هي لقطة اروخو باركولا رايح انفراد تام بتير علشان اروخو يقرر يتدخل ويعمل فاول يستحق عليه البطاقة الحمراء ويطرد، وبرشلونة بيلعب اكتر من 70 دقيقة وهو ناقص لاعب. وبعدها باريس تعمل ريمونتادا، وبسبب خطأ ساذج برشلونة بقت بره البطولة.